ازيكم يا زوية، والنهارده في فيديو جديد. لو معايا كارت جي تي اكس 1650 او ناوي تشتريه وعايز تعرف هل لسه ينفع للالعاب، شغال لك ايه واعدادها هتكون عامله ازاي، فالفيديو ده هقول لك التجربه الحقيقيه من غير تجميل. يلا نبدا. طيب خلينا نبدا كده ونخش باول حاجه نبدا بيها، هو كارت جي تي اكس 1650. نبذه كده سريعه عنه. نزل سنه 2019، موجود اللي كان نزل موجود للفئه الاقتصاديه، بيجي ب 4 جيجا في رام، اللي هو في كحنين يا محمد. انت كحيان، انت كحيان يا محمد. وبيشتغل من غير باور خارجي في اغلب النسخ، وده مخليه منتشر جدا في التجميعات الضعيفه والمتوسطه. ركز بس في المتوسطه، بس سيبك من الضعيفه دي. الضعيفه دي كلام في العبيط منه على فكره. كارت يعني لوز اللوز، لو عرفت تجيبه حتى كمان بسعر محترم كمان، فاسمع مني يا ابن عمي. طيب وقبل ما نخش بقى كده في المواصفات بقى كده ونخش بقى في الالعاب والجيمز والهوبا فوق والهوبا تحت والحاجات دي كلها، خلينا نبدا بقى بمواصفات الكارت. جي تي اكس 1650 اصلا بيجي بمعماريه نيفيديا تيون، ده معماريه كده ايه بتاعت نيفيديا، وجايه جديده كده من 2019، يعني ما بقالهاش كتير، يعني ساكت 6 7 5 7 6 7 سنين كلها بقى. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ اولا نروح بقى على ذاكره الفيديو. بيجي ب 4 جيجا جي دي دي ار 5، حلوه. عرض ذاكره 128 بايت، حلوه. عدد الانويه بيجي بكوده 896، اي نعم قليله من ال 16 من 16 60 16 60 شي اي، انا مش عارف انا بقول ايه انا. طيب بيجي بقى تردد حوالي 1485 على البيس كلوك، وعلى البوست كلوك حوالي 1665. استهلاك طاقه حوالي 75 واط اغلب النسخ. يعني باشا ده مش محتاج اصلا، ده انت تشغله بشراب، عارف يعني، تمشيه بشراب كده هيشتغل معاك عادي جدا، يعني مش محتاج باور سبلاي اصلا خارجي. طيب يا باشا بقى ايه الكارت ده كده في اللذيذ منه، مواصفاته حلوه، كارت مش قديم قوي، اصدار 2019، يعني الكارت ده مضمون. اولا مش هتلاقي فيه تعديل، مش هتلاقي فيه لعب كتير، الكارت ده اصلا بتاع الناس الغلابه، فصباح الفل يعني. خش يا باشا بقى على ده اللي هو الدسم كده بقى ايه، خلينا ايه نشوف الكلام بقى في الاي سبورت عامل ازاي. نبدا باول حاجه معانا وهي لعبه سي اس 2. لعبه سي اس 2 هي لعبه يعني بتعتمد اكتر على السي بي يو من الجي بي يو، فيعني انا شايف ان الاداء بصراحه مرضي جدا. يعني في الفريمات ما بين ميديوم وهاي ولو، تلاقي انه الفريمات بتاعته يعني محترمه جدا على كارت اصلا بالسعر ده او المواصفات دي، وهنروح للحته دي بعد كده. يعني بعدين عندك تاني حاجه، لو رحنا دلوقتي للعبه زي فالورنت. الفالورنت ده يا جدعان اقسم بالله ان بنحطها في البنش مارك، مش عارف ليه، مع انها بتشتغل على جي تي اكس من ايام المصريين القدماء عادي جدا. Now, friend, I ain't asking for much. I need you to stay away from the water, okay? Drain the excess energy. Hey, old man, how about a rematch? You're wild. Shut up. Tired of this shit. What's ETA? Couple minutes. Welcome to DedSec. I'm Satara. This sweetheart is Josh. This weirdo's Wrench. And this is Horatio. It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Legitimate enterprises. Low profile, cash intensive. I'll take care of the books, you take care. بس فننقل بقى النقطة اللي بعديها بقى، عشان ايه في هنا بقى مميزات وعيوب بقى وايه وهيصة وجاية وبتاع. يلا بينا. طيب هنروح دلوقتي لنقطة السعر. هل جي تي اكس 1650 يستاهل السعر بتاعه؟ لو لقيته مستعمل بسعر مناسب هيكون اختيار كويس جدا لحد عايز يلعب اي سبورت او جهاز جيمنج خفيف، او حتى البي سي مكتبي بدون باور قوي. لكن لو سعره قريب من كروت اقوى فساعتها لازم نفكر شوية. الخلاصة انا شايفها بالنسبة لي الجي تي اكس 1650 في 2026 ينفع بس الفئة معينة.
معينه، يعني مش كل الناس الكارت ده ينفع له. لو انت جيمرز اي سبورت او ميزانيتك محدوده جدا وهيخدمك كارت جد هيخدمك. ولكن انما لو انت عايز جوده عاليه والعاب تريبل اي على اعدادات مرتفعه نسبيا، يبقى بص على كروت تانية، وبالذات هتلاقي ان 1650 النسخه اللي هي السوبر وال 1660 هتلاقيه قريب جدا قوي في السعر. فلو لقيت ان في فرق مش مستاهل ان انت تروح ل 1650، لا ساعتها روح لاي كارت تاني سوبر وادفع الفرق ده. ولكن لو لقيت ان الفرق كبير فلا، خليك على 1650 هيقضي الغرض وبزياده. ولكن زي ما قلت الكارت ده موجه للحاجات اللي هي البسيطه الى حد ما. اي نعم بيشغل لك الالعاب زي ما احنا شفنا بكواليتي الى حد ما برده كويسه، والفريمات هتكون برده كويسه، ولكن ما ننساش ان كارت برده لسه متواضع جدا على 4 جيجا في رام وكارت قديم 1650. فيعني الدنيا مش احسن حاجه. المهم اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لو حابب اعمل لكم مقارنه ما بين 1650 و 1660 واعدادات الالعاب والكروت، تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لي كده في الكومنتات لو حابين اعمل لكم اي تجارب مجنونه. اكتبوا لي في الكومنت وارد عليكم، وسلام يا زويه.